بص يا سيدي، تعالى نحكي الحكايه من الاول. بس حضر كوبايه شاي بالنعناع او اي حاجه تشربها لان الكلام هيبقى كبير. بص يا سيدي، تعال نشوف الاول مين هو سي جي. كارل جونسون، او اللي هو اختصار سي جي، الراجل اللي خرج من السجن عشان يرجع عيلته. في النص سرق عربيات، ضرب عصابات، اشتغل نصاب، عمل كل حاجه في الدنيا. لكن اللي مخلي سي جي اسطوره مش بس القصه، دي شخصيه سي جي ذات نفسها. اوه شيت، Here we go again. بس المرة دي مش عشان سرقة عربيات، المرة دي عشان نتكلم عن سؤال وجود. ليه مجتمع الجيمرز على البي سي بيستهلك شخصية سي جي كل الألعاب، جديدة كانت أو قديمة؟ ده لأنه كان أول بطل جيمرز كتير عاشوا معاه تجربة الحرية الحقيقية. تسرق عربيات ماشي، تطير بطيارات ماشي، تدخل بيوت الناس وتسرقهم وهم نايمين، يعني هو حرام بس ماشي. هو رمز الحرية للجيمنج، وبالظبط ده اللي بيخلي انت هتلاقيني ببص تحت كتير، لان انا اصلا أنا كاتب سكريبت، اللي هو انا مش بفتكر الكلام ولا عارف اقرا خط. يعني مش فاهم يعني دي ايه، دي بذمتك دي ايه؟ هو خطي وكل حاجه، بس هي دي ايه؟ دي انا اللي كاتبها ومش عارف. يعني كان ده اسود، ده كان في طور بيدبدب رجله في الوقاف ومشخبط والدنيا بايظه. المهم كنا بنقول ان سي جي هو رمز الحريه للجيمنج، وده بالظبط اللي كان بيدور عليه مجتمع البي سي. وده بياخدنا لان احنا نقلب الصفحه. مجتمع البي سي هو فعلا يعني مش زي باقي الناس. دول الناس بيحبوا يعدلوا في الالعاب كانهم ما شاء الله دكاتره. يجيب لك مود يخلي مثلا سي جي راكب تنين في سكايريم مثلا، يعني يخليه يتنطط من المباني في مارفل سبايدر مان. يعني الناس دي شايفين العالم كانه ساند بوكس كبير، والشخصيه اللي بتمثلهم اكيد هي سي جي، اللي عمره اصلا ما التزم بقواعد زيهم بالظبط. You picked the wrong house, fool! I got no patience for ignorant folk. Nobody will stop me from doing good. Blast on these fools! Hey, let's bail out of here. You think I'm a bitch? I'm a straight killer, bitch. Get kung fu nasty with him. I ain't got time for this shit. I'm gonna put you to sleep, punk. You making a terrible mistake with your life. You won't even get near me. CJ! All we had to do was follow the damn train سي جي. المقولة دي لوحدها خلت سي جي مش مجرد شخصية، ده أب روحي للميمز حرفيا. الشخصية ارتبطت في أذهاننا بالكوميديا الفاشلة واللحظة اللي دمرنا فيها المهمة ديت 5000 مرة. ده بياخدنا للنوستالجيا أو الحنين للماضي، لعبة سان أندريس أصلا اللي كانت فترة ذهبية لمعظمنا. لما كنا بنشوف سي جي في لعبة جديدة بيجيلك إحساس حلو، بيخليك إن الجيل القديم لسه موجود ولسه عايش فعلا وبيحصل. سي جي في إلدن رينج، سي جي في سايلنت هيل لسه نازلة من شهر ولا من كام شهر، سي جي في ماينكرافت كده أصلا. ماينكرافت عامله له سكنات، فورتنايت برضه عامله له سكنات، سايبر بانك. الراجل مش مجرد شخصيه، ده ميم حي وبيتنفس حرفيا. طب هو ليه سي جي اصلا رمز للمجتمع البي سي؟ مجتمع البي سي بيحب الحريه، بيحب التحكم، ودي بالظبط نفس القيم اللي جت مع سي جي في سان اندريس. اول لعبه تسمح لك ان انت تعمل اللي انت عاوزه، تلعب رياضه، تاكل، تدخن، تخس، تغير لبسك، تعمل اي حاجه في الدنيا. وده كله كان في 2004 صديق. حرفيا اللعبه كانت متقدمه عن وقتها بكتير، وده اللي خلاها محفوره في كل دماغ جيمر حقيقي. عشان كده لما حد من مجتمع البي سي بيحط سي جي في لعبه جديده هو مش بيهزر، هو حرفيا كانه بيقول احنا بنكرم رمز الحريه الحقيقي للجيمنج. لقد مر مجتمع البي سي من هنا. والخلاصه كلها، نجاح سي جي ما جاش صدفه، دي خطه عبقريه مبنيه على 3 محاور. المرونه التقنيه اللي هو المجسم بتاع سي جي، هيكل سهل وموديل سهل تقدر تتحكم فيه. الجاذبيه الكوميديه، بقول لك ده الاب الروحي للميمز حضرتك. وبعد كده النوستالجيا او الحنين للماضي، لان هو سفير جيل كامل. في النهايه سي جي مش مجرد شخصيه، ده ابن عم كل جيمر فتح مود لاول مره. كل مره تشوف فيها مود غريب اي لعبه تعرف وتتاكد ان اللي عامل المود ده اكيد كان بيحب السي جي. ساعتها بس هتفهم ان مجتمع البي سي مش بس ناس بتلعب، دي ناس بتحول الالعاب لعوالم جديده كل يوم. بس كده، متنساش تعمل لايك، سبسكرايب، اكتب لي في الكومنتات ايه اغرب لعبه شفت فيها سي جي. بس كده، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.